في كتاب رحلتي الفكرية في البذور والجذور والثمر بيحكي دكتور عبد الوهاب المسيري ازاي ان الثقة اللي اكتسبها من دراسته في جامعة الإسكندرية وطريقة الحوار الداير دايما بين الطلبة وبين الدكاترة اللي بيدرسوهم خلته لما سافر أمريكا قدر يواجه الحضارة هناك وقدر يواجه النظام التعليمي هناك، لأنه لما دخل لقى ان في امتحان بيتعمل لكل الدارسين، أسئلة إجابتها بنعم أو لا فقط، وهو مش متعود على كده. والامتحان ده كان المفروض هيحدد هم هيدخلوا على انهي مستوى في الدراسة. فلما مسك الورقة لقى كله نعم أو لا، وهو متعود إنه بيكتب إجاباته مقالات مطولة فيها رأي وفيها وجهة نظر الطالب. فهنج ومعرفش يجاوب ولقى إن كل الأسئلة إجاباتها تحتمل نعم في حاجات وتحتمل لا في حاجات، وهو محتاج يشرح، فسقط في الامتحان ده. ونتيجة درجته في الامتحان ده اللي ما كانتش حلوة خالص، الناس المسؤولين عن الدراسات هناك قرروا إن هو يدرس اللغه الانجليزيه لمده سنتين وبعدها يلتحق ببرنامج الدراسات العليا. طبعا بالنسبه له ده تهريج، يعني هيتعطل سنتين بدون داعي. فراح للمسؤولين عن الامتحان وشرح لهم ان الامتحان ده مش بيقيس قدراته العلميه ولا بيقيس مدى فهمه للاسئله، هو بيقيس فقط سرعه البديهه، وده مستوى او مقياس هو مش متعود عليه. فنتيجه منطقه في الكلام وعلمه وثقته بنفسه في الكلام ادوا له فرصه ان هو يعيد الامتحان مره تانية، وجاب اعلى درجه في كل المتقدمين للدراسات العليا. فكانت دي تعتبر زي ما هو وصف أول مواجهة بينه وبين الحضارة الأمريكية.